كيفين دياز صحافي فرنسي كيطلع في برنامج افتر فوت على قناة ار ام سي الفرنسية وكيقول انا نصوت على اشرف حكيمي رقم واحد في جائزة البالون دور. جون ميكيل لاركي كيطلع بعدها على نفس القناة الفرنسية وكيقول الى اشرف ما كانش مع المنافسين على البالون دور غادا تكون جريمة. دانفريز الظاهر الهولندي اللي كيلعب في انتر ميلان كيخرج في حوار مع صحيفة لا غازيت الايطالية وكيأكد بلي اشرف افضل ظهير ايمن في العالم وهذا الموسم من بين افضل لاعبين عموما. قناة ليكيب الفرنسية كتناقش احقية اشرف في الفوز بالبالون دور والصحفيين ديالها كيأكدوا على مشروعية حكيمي. مراسل قناة دازن في كأس العالم كيقول أشرف بعد ماتش سياتل شنو رأيك في الناس اللي كتشوف بلا راك تستحق تربح البالون دور. هادشي كامل شنو كيعني؟ هادشي ببساطة معناه انه رسميا أشرف جلس على طاولة المنافسين على جوائز البالون دور. اخيرا السيفي ديالو تحط، الاعلام الغربي شافوه اعتمدوا دخلوا مع ديمبيلي ولامين يامال ولاو يشوفوه كمنافس على الجائزة وماشي جاي ينشط البطولة. وهنا غادي تقول لي اش كتخربق ومالك كتزيد فيه؟ هادشي عادي وطبيعي، أشرف يجلس على طاولة البالون دور صحة وما محتاج لا اعتبار ولا تقدير ولا رأي إعلام أوروبي. أرقام وإنجازاته فرضاه وقاضية غرض، وهانت تحسب معايا 25 مساهمة هجومية في هذا العام وهذا رقم قياسي بالنسبة للمدافع. يربح جميع البطولات اللي دخل ليه، الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، سوبر الفرنسي ودوري الأبطال. خليك معايا في الدوري الأبطال حيت فيه ما يتقال. ياك هذه هي أصعب اكبر واهم مسابقه في العالم. اول تقدر يعطي فيها 18 مساهمه هجوميه وقدر يسجل في ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي، وهي 4 في التاريخ اللي قدروا يديروا هاد اللعيبه. وهاد الربعه هما رونالدو، ميسي، ليفاندوفسكي وسواريز. وشوف حنا فين داويين. وقدر يسجل حتى في الفينال كاس فرنسا باش يكون سجل في جميع النهائيات اللي لعبتهم فرقته. خدا افضل لاعب في دومي فينال الشامبيونز ليغ ضد ارسنال، ومن الفوق عنده بوتونسيال يزيد انجازات واحده اخرى ويزيد يحطم ارقام واحده اخرى. باقي لاعب كاس العالم للانديه، باقي ليه السوبر الاوروبي، وباقي كاس افريقيا. كيفاش من بعد هادشي كامل عاد نبقاو نساينو حنايا كيفين دياز ولا لاركي كونفيرميوه؟ غادي نقول لك كلامك صحيح، معقول، منطقي، ومعاييرك مضبوطه كتطبق على جميع اللاعبين اللي منافسين على البالون دور هذا العام الا اشرف حكيمي. هو ماشي بحالهم، وخا هاد الهيلمان كامل وهاد الارقام كامله وهاد الانجازات الفرديه والجماعيه كيبقى ما كافيش باش يتخاد بجديه وما كافيش باش يتعتبر منافس حقيقي على البالون دور. كان لازم ديك الروينه د الاعترافات اللي استفتالك في الاول باش نقولوا اخيرا الاول تكونفيرم. علاش؟ انا نشرح ليك وانت تبع معايا. اللي خاصك تعرف اخويا هو صعيب يكون الاتحاد ديالك ما معاونك بالتوزع وما عنده جهد لا يضغط لا يبروموتيك لا يجيب لك اصوات وجوائز البالون دور ياخذوك بجديه. عيب الاعلام د بلادك يكون ما عنده حتى تاثير وحتى واحد ما كيتفرج فيه ولا يسمع ليه والبالون دور تاخذوك بجديه. عيب تكون ماشي برازيلي ولا ارجنتيني وما كتلعبش كاس اوروبا ولا الدوري الاوروبي وجوائز البالون دور ياخذوك بجديه. عيب تكون كتلعب في الدوري الفرنسي وجوائز البالون دور ياخذوك بجديه. ديما الاسبقيه تبقى عند صحاب البريمير ليغ، الليغا والكاشيو. صعيب تكون مدافع وياخذوك بجديه. اخر مدافع خدا الكره الذهبيه كان كانافارو فوقاش في 2006. شنو دار باش شافوا فيه؟ خدا كاس العالم الله يخليك. في التاريخ 3 المدافعين اللي خداو الجائزه. تخيل تعطات 75 مره، فقط 3 المرات كانت من نصيب مدافع، وفقط 8 المدافعين قدروا يدخلوا التوب 3 ويكونوا مع افضل 3. باش تفهم حنا علاش داويين. نزيدك صعيب تكون افريقي وياخذوك بجديه. جورجويه بوحدو اللي افريقي وقدر ياخذها، وهاك الواعره دروغبا، ايتو، محرز ومحمد صلاح عمرهم دخلوا حتى التوب 3. ساديو ماني بوحدو اللي كلاسه ثاني في 2022. يعني افريقي واحد في التاريخ اللي دخل مع افضل 3. ايتو في 2009 في يامات السداسيه مع غوارديولا يلاه لحق خامس. دروغبا رابع في 2007. صلاح كان سادس في 2018 وخامس في 2019 و2022. ومحرز سابع في 2017. وما تنساش هادو كاملين مهاجمين. باقي ما ساليناش. صعيب جوائز البالون دور ياخذوك بجديه وانت كتبدا الماتشات ديالك هكا وكتحتفل بالاهداف ديالك هكا. صعيب ياخذوك بجديه وانت معك فرقتك مهاجم حتى هو نسبيا خرج موسم مزيان وفرنسي من الفوق. معاونوا الاعلام الفرنسي واقفه في ظهر الجماهير الفرنسيه وهادوك خلاص وبنروح للبروباغندا التحياح والحملات الاعلاميه. كلشي ديالهم، كلشي هما اللي يستاهلوه وما كاين اللي خاصو يفوتوه. المغاربه كانوا طلقوا اشطاق حكيمي بالون دور وحاولوا يدفعوه كما الله وعسى يعاونوا السيد في هذه الحلمه. تخيل معايا الفرنساويين وصلت بهم الوقاحه يقول لك حبس بركه من هذا الاشطاق. الجمهور الفرنسي كيغوت يسب ويعاير ويقول للمغاربه وقفوا اشطاق حكيمي بالون دور، بركه ما تدعموا ولد بلادكم وبركه ما تدعموا اللاعب اللي دار كلشي هذا العام، اللي هز فرقتهم على كتافه وصاغها للمجد الاوروبي، حقق لهم حلم دوري الابطال وحطهم في خريطه الكره الاوروبيه. بغيتي تعرف السبب؟ بلاتي هو هاد راس طاسا يشرح لك. قال لك يا سيدي حكيمي براسو الا سولتيه يقول لك ديمبيلي استحق. الا كملتوا بحال هكا غادي يتقسموا الاصوات وغادي يضيع ديمبيلي ديالهم. داكشي لاش صافي حبسوا واشرف دابا ياخذ توب 5 ولا عرفتي شنو.
توب 3. يلا هذا مثال، وبالتاكيد فرنسا كامله متفقه باذا غادا معاه في الخط ومامنين باللي ولد بلادهم هو اللي خاصو ياكل الكيكه كامله، يستافد من اشعاع البي اس جي هذا العام وانجازاته. حكيمي لعب اكثر من 4345 دقيقه، اكثر من اي واحد تما، عطى 25 مساهمه هجوميه، سجل في 2 فينالات، وكان حاضر في اهم اللحظات وحاسم في اصعب الماتشات. برافو، شكرا، ولكن ارتاح دابا وخلي السي عثمان يستافد من هادشي ويتبورد مع راسو. مراد هادو قمه الانانيه، قمه العنصريه، وقمه الحقره. ما علينا، نرجعوا لموضوعنا، وكنظن الفكره وصلت. ملي كتجمع هادشي كامل كتفهم وضعيه اشرف في هاد الجائزه، كتعرف قوه المشاكل والعراقيل اللي خاصو يسكي فيهم، كتستوعب حجم المجهود اللي خاصو يتضرب، وكتعرف قيمه الاعترافات اللي هضرنا عليهم في الاول، وقيمه انه اخيرا الولد يتعتبر منافس حقيقي داخل باش يربح، ماشي باش يكلاسي مزيان وصافي. وبالعموم مادام حكيمي خرج موسم واعر، مادام البالماريس ديالو واقف معاه، مادام هو باقي مزيان في التيران، مادام ما كاينش احسن منه في البي اس جي، ومادام هو اللاعب الاكثر تاثير، فراه المشروعيه عنده، حلم البالون دور باقي كمال. ومن هنا الوقت الاعلان على الجائزه، كل شيء ممكن. خليو لنا رايكم في خانه التعليقات. حنا تالنا حلقتنا سالات، الى عجباتكم ما تنساوش ديروا جيم، تشتركوا في القناه. شكرا جزيلا على المتابعه، والى اللقاء.